ميرسي، شكرا. ميرسي. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. لو انت بتتفرج في التلفزيون يبقى احنا بنهنيك لان انت عديت اكبر فقره اعلانات في التلفزيون. يعني بنهنيك، انا ماليش دعوه خالص بالكلام ده، كلموا CBC، انا ماليش دعوه. احنا لسه في اول حلقه في السنه الجديده، وانا عايز اقول ان بالرغم من تشاؤمنا من السنه اللي فاتت انا الحقيقه متفائل. انا حاسس ان شاء الله ان السنه دي هتبقى احسن بكتير جدا ان شاء الله. أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف التحقيق في اتهامه بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. دي سنة على العموم حتى الآن مفيش حاجة رسمية جات لنا، لكن احتياطي أحب أقول لسيادة النائب العام أو أي حد يحرك قضية ضدي، أحب أقول له why do this why المهم نرجع تاني للحلقة. انتوا عارفين ان الأسابيع اللي فاتت كان كل كلام البلد عن الدستور، وعشان يكون عندنا دستور كان لازم يحصل استفتاء. والحقيقة الدستور كانت كتابته مش سهلة خالص، البلد مرت بمراحل كتير. ممكن تتوصف بيه المرحلة دي مثلا انها كانت مليانة تعب، مليانة كفاح، مليانة عرق. دكتور مرسي والدولة في مرحلة ولادة، لكن الولادة دايما بتبقى متعثرة، فيها تعثر، لسه ما الجنين ما اتولدش، وفيها صعوبة. حالة الولادة لحالة الصريخ، الست فيها بتصرخ بيبقى عندها الطلق. لكن الخلافة على حجم النزيف بعد أن يقطع الحبل السري. هذا الدستور خرج كجنين مشوه. احنا لسه بنتكلم مع الدستور صح؟ وكمان ايه حكاية ان هو طلع جنين مشوه ده؟ هي تأسية كان بتدخن وهي حامل؟ ويعني لما الدستور يكون طفل مشوه نستحمله شوية، ناخده في كنفنا، ما هو برضو ابننا من صلبنا. هذا دستور لقيط. ما هو ده دستور اصلا ابن ليل. فترة ظلام تم فيها اشياء خرجنا منها بدستور. الاستفتاء ده عامل زي شرف البنت، زي عود الكبريت، مرة واحدة خلاص خلصت. يا لهوي، لقيط ابن حرام، حاجات حصلت في الضلمة. دستورنا كان دستور خطيئة. هما كانوا بيعملوا فيه تأسيسية، اتاريهم كانوا بيقعدوا للفجر. انا برضو قلبي كان حاسس برضو من 9 اشهر كده، وتأسية ماشي بطال كده وبطنها قب حبتين. طيب اذا كانت الاغلبية عكت، ممكن المعارضة تصلح الغلط واللي انكسر يتصلح. ممكن المعارضة تنقذ شرفنا. حصل تزاوج ما بين يعني هؤلاء الفوضويين والبلطجيه وما بين التيارات السياسيه المعارضه الان. حصل تزاوج، ربما يكون زواج لكن يا للاسف غير شرعي، ربما يكون زواج عرفي، ربما يكون زواج يعني باي حاجه، يعني ربما يكون حاله من حالات الرذيله. ده ايه النجاسه دي؟ البلد دي طاهره وهتفضل طول عمرها طاهره. طب ما احنا لازم نشوف لنا صرف في الدستور دهوت. طب نسربه في الشارع، نسيبه قدام باب جامع، طيب نشوف له اي حل. هذا الدستور لن يعيش كثيرا. اتعاملوا مع موضوع الاستفتاء على الدستور ده بمنطق اكرام الميت دفنه. يلا بناقص فضيحه واتدارت. ما هو بكل التشبيهات المعفنه دي كان عايش بينا ازاي؟ ده عار، ده الكلام فيه ايحاءات اكتر من البرنامج بتاعي. طب ما فيش طريقه مثلا ان احنا نتعايش مع الدستور دهوت، مثلا نحاول نصلح في مواد وبعد كده نصلح اللي اتكسر. ويا ريت ارجوكم بليز يعني يكون في رد سياسي موضوعي بعيد عن الايحاءات ديت. ما هي نفس الحكومه بس هنرقع شويه تحت اسم تغيير، زي ما كنا بنغير كده في دستور 71 كنا بنرقع في الدستور، التغيير بنسميه ترقيع. فالترقيع الوزاري القادم ان شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى ان يكون يعني ترقيعا في محله. هي الناس دي قصدها قبيح ولا انا اللي مخي زفر شويه؟ يمكن ده اصلا البرنامج على الناس، مش عارف. بعيد عن الكلام ده، هو تعالوا نرجع في الزمن شويه. هل كان ممكن نرفض دستور مشوه لقيط ابن حرام زي ده؟ هل المعارضه كان ليها رؤيه؟ كان ليها توقع للي هيحصل دهوت؟ هل هي شافت حاجات
احنا مش شايفينها؟ ان انا واثق ان النتيجه ستكون في هذه المرحله باغلبيه واضحه لصالح لا. نسبه التصويت بلا على الدستور حازت الاغلبيه. انا بس عايز اقول لكم حاجه في غايه الاهميه، ان الشعب المصري قال لا. ايه ده بجد؟ الشعب قال لا؟ امال النتائج دي ايه؟ الاخوان بيضحكوا علينا؟ ازاي المفاجاه ديت؟ الشعب المصري قال لا، انما الصندوق هو اللي قال نعم. لا والنبي، لا بجد. طب ما الصندوق حلو اهوت ما بيقولش لا. وما صندوق النقد اتقلقان عليه ليه؟ بمناسبة الصندوق اللي قال نعم اللي ملوش علاقة بالشعب، خليني أوري حضرتك عينة عشوائية من الصناديق اللي قالت نعم. وقبل ما أعرض الفيديوهات ديت خليني أحذركم إنها اتعرضت بالظبط كده على الجزيرة مباشر. مش عايزين نعيش في البلد. خش جوه شوف الباب اتقفل. الاغلبيه بتقول نعم، فانت عشان تقفل وتقول او مش فانت بتقول نعم. وده سبب من اسباب ان البرنامج بقى للكبار فقط. لو انت بتتفرج من البيت، التيت ديت من عندنا احنا. المسرح هنا اللي بيسوها من غير تيت. الجمهور قبيح قوي. لكن لسه في امل في معارضه قويه. المعارضه دي مش هتسكت على كده، احنا لازم ننشف شويه. اللي قالوا لا دي قوه مصر الناعمه. كل القوى الناعمه بتاعتنا هنفقدها بوجود حكم الاخوان. هذا القطاع الواسع جدا من المصريين اللي هو اساس قوه مصر الناعمه. فعلا القوه الناعمه مهمه في الانتخابات برضو. ما هو برضو ما ينفعش نواجه الاخوان وقوعنا مقشف. المفروض تبقى كده مفوق مظبط، عامل سويتك، تاتشات صغيره كده، حمام مغربي، وخلي اي حد بقى يقف قدامنا. بس لو هو ده الحوار اللي طبق الانتخابات، خليني اقول لكم الشارع العادي بيرد عليكم ازاي. الاغلبيه بتقول نعم، فانت عشان تقفل وتقول او مش يبقى انت بتقول نعم. وبنأكد مره ثانيه ان التيت اللي في التلفزيون من عندنا احنا. وبمناسبه الشارع ممكن تختلف على اللي قاله الشعب، بس انا متاكد ان الشعب نفسه كان منقسم على نفسه. بداية الشغل كله تصالح بين جميع فئات المصريين، اللي قالوا اه واللي قالوا نعم. اللي قالوا اه واللي قالوا نعم؟ طب اللي قالوا ايوه طيب نعمل فيهم ايه؟ طب قدام النجاح الكاسح ده للاخوان كان ايه دور جبهة الانقاذ؟ خليني افكركم بموقف الجبهة الثابت والراسخ قبل الاستفتاء. لو احنا قدرنا من خلال حمله المقاطعه هي هتكون حمله فعاله جدا. الرفض بمعنى ان ما حدش يروح ويشارك. ايوه بقى، هي دي المواقف. قاطع الاستفتاء، احرجهم قدام العالم، هي دي المواقف الثابته. كلنا هنقاطع، اثبت مكانك. فقد قررت الجبهه دعوه جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع. ايوه بعد ما نروح نعتصم ونقوم موقف المقاطعه هنقاطع. مفيش استفتاء يعني مفيش استفتاء، نقاطع يعني هنقاطع. لرفض هذا المشروع والتصويت بلا. انت بتشتغلنا يا كابتن؟ انتوا بتخدعوهم هم ولا بتشتغلونا احنا؟ امبارح هنقاطع، النهارده هنقول لا، بكره مش عارف. خليني اوضح لكم الفرق بين الاخوان وجبهة الانقاذ. الاخوان الدستور هيتكتب، الاستفتاء هيتم غصب عن التخين، واللي زعلان يتفلق. جبهة الانقاذ يعني مش عارف بس مفيش توقف. الاخوان طز فيكم. الجبهة الشعب قال لا، الاخوان انت عبيط ياض. الاخوان عندهم قدره ان هم يبيعوا لك اي منتج او راي او قرار حتى لو كان منيل ب60 نيله، وانتم بتلعبوا ملك وكتابه قبل اي قرار، وفي الاخر بتخسروا سواء ملك او كتابه. خليني اقول لكم مثال صغير. عارفين الدستور اللي اتكتب كونه ان هو وحش واتكتب غلط وفيه عيوب قد كده مش هتفرق، لان هم هيوصلوا لك الرساله اللي هم عايزينها بالظبط. أن هذا من أعظم الدساتير اللي وضعت في تاريخ مصر القديم والحديث. أعظم دستور جه مصر، أعظم دستور أنتجته لجنة تأسيسية في تاريخ مصر. ده دستور متفرد، اللي بيقول كده ما يقراش أي دستور في العالم. أنا أزعم أن هذا الدستور اللي موجود دهوت هو أعظم دستور شهدته مصر من أول ما كان الدستور. لا ما تقوليش بقى، قلت ما تقوليش إن في دستور في العالم اتكلم بالطريقة دي.
ما تقوليش الكلام ده. انت على طول متكيف كده، في ايه؟ الدستور فظيع، خطاب الرئيس ياي. الدستور ده هو امريكا واوروبا غيرانه مننا، العالم بيتعلم مننا من اول وجديد. ده احسن دستور جه في التاريخ. لا سوري، مش لدرجه يعني ان هو احسن دستور في التاريخ. أعظم دستور في الحقوق والواجبات في العالم والحريات، نعم، وفي العالم كله، وسوف يفتخر بنا العالم. البشرية لم تصل بعد إلى الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. البشرية نفسها ما وصلتش للدستور ده. هو عارف لأنه هو موجود على الكوكب ده من قبل ما البشرية تفتح أساسا. البشرية ما وصلتلوش. تحس كده يعني إيه؟ كائنات فضائية هي اللي كتبته؟ إحنا اللي فهمنا غلط. ما كانش جنين مشاوي، هو شكله كده. مش ملاحظين حاجة؟ نفس الناس اللي بتقول لك ان الدستور ده ما حصلش هم نفسهم اللي اتكلموا عن مشروع النهضه، الاستفتاء اللي هيوديك الجنه، المؤامرات الصهيو امريكيه، اللولب والتوبس في الخيام، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، وبرضه صدقناه. ده احنا طيبين قوي 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 يا جماعه. يلا في الاخر دستور فضائي ابن حرام، دستور من قبل التاريخ. هو في الاخر دستور يضمن الحريات، يحافظ عليها، وان شاء الله من غير اي قيود. الدستور ده فيه قيود كامله لم توجد قبل ذلك في اي دستور مصري. هم قالوا ان في حريات متكتفه بقى، مزنوقه، متحرره حل شعرها، ملناش دعوه، هي موجوده. كمان مش عرفكم البشريه يعني اول ما فتحت كانت الحريات عامله فيها ازاي؟ بس ليه الناس دي عايزه تأيد الحريات؟ ايه اللي حصل في البلد عشان يخافوا من الحريه؟ قلت لهم حضراتكم تقبلوا ان يوجد في مصر باسم حريه العقيده عباده الشيطان؟ قالوا لي لا. الدعوات لحفلات الجنس الجماعي انا سلمتها، انا شفتها بنفسي. عباده شيطان وجنس جماعي في مصر؟ لا، يبقى عندهم حق، مش بس يقدروا الحريه، لا يدفنوها. بس فعلا احنا عندنا حفلات جنس جماعي؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ والاهم من كده تتعمل فين؟ استنى، هو قال ان هو عنده ادله وشاف الكلام ده بعينه. فين بقى؟ ازاي؟ انا شفتها بنفسي، اعلانات مكتوب فيها all girls free. all girls free؟ ده دليلك؟ يعني عندنا حفلات جنس جماعي وبنات ببلاش؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ والاهم من كده هي فين؟ هو معنا مراسلنا من احد حفلات الجنس الجماعي خالد منصور. اهلا خالد. خالد، بالنسبه لحفلات الجنس الجماعي وقول جيرلز فري والبنات ببلاش، ممكن تاكد لنا الكلام ده؟ هو خالد بتعيط ليه يا خالد؟ بنات مش ببلاش يا باسم. شكرا خالد، شكرا. خالد منصور وشادي الفونس يا جماعه. يعني دليل الشيخ ياسر برهامي ان في ورقه بتتوزع عادي في الشارع عليها all girls free. امال لو كان مكتوب عليها couples only كنت قلت عليها تبادل زوجات؟ بس كده في امل. اذا كنا مسكنا عليهم ان هم ضحكوا على الناس بالدستور زي ما ضحكوا عليهم مشروع النهضه وكمان ايدوا الحريات، يبقى لسه في امل. في انتخابات البرلمان التيار المدني ممكن ينتصر، يطلع من عندنا ناس تتكلم بالعقل، تقول ليه الدستور ده مش كويس، مش بقى جو نظريه المؤامره الصهيو الامريكيه بتاعتهم دي. احنا اعقل من كده. اللي كاتب الدستور المصري امريكاني ازاي؟ يهودي. المخطط الصهيو الامريكي اللي معمول لنا عشان نبقى زي العراق. احنا قلبنا على قناه الحافظ. والله سالف اهو بدأ. ايه ده تيار مدني تبعنا؟ احنا ناقصين تلبيس، معلش. هي حالات موجوده في كل حته هنا او هنا. الامل دلوقتي في ناس عاقله، ناس في جبهه الانقاذ، يعني ناس تقوم بيها شويه. صحيح هم غلطوا كتير، لكن في امل يصلحوا غلطتهم. الاخوان والسلفيين متحدين مع بعض رغم خلافاتهم، اكيد المعارضه متحده مع بعض برضه.
اكيد بيدفنوا خلافاتهم مع بعض. هذا كلام رجل مضحوك عليه مغسول مخه. اللي عاوز ينقذ مصر لازم يجمع كل الناس. اللي عاوز ينقذ مصر يجمع كل الناس. لا سمح. ده عيب. هي دي جوة انقاذ مصر. انقاذ مصر من مين؟ لا سمح. وبنستغرب الاخوان ازاي؟ طب ممكن النشطاء او السياسيين ورجال الاعمال يلتفوا حوالين التيار المدني عشان يساندوهم رغم الخلافات، ما يشتموش بعض، ما يختلفوش مع بعض. قامة الانقاذ الوطني هي اللي غرقت المصر. دكتور البرادعي عمل لنفسه مجتمع ضيق قوي على قد. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد البرادعي هقف، لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا. باشمهندس سبت ايه الاخوان والسلفيين يا باشمهندس؟ المهندس ممدوح حمزه معروف بمجهوداته في الميدان، زي مثلا توزيعه لكلوتات الثوره او دخوله برنامج تلفزيوني بخروف، قال يعني كده حطيت عليهم. لا نماذج معارضه جميله الحقيقه. على العموم زي ما عيطنا على الدستور هنعيط على البرلمان، واذا كان الاخوان فاشلين فاحنا عندنا معارضه ممكن تتوصف بانها نص لبه. سوري، نص لبه لفظ تقيل شويه. طب نقول معارضه مهزوزه مش مستقره، عامله كده زي ليلة الخروف تنفع؟ ليلة الخروف مهزوزة مش متماسكة. عشان كده الاخوان فينا. نراكم على الفاصل.